يلا نعمل التورته القمر ديت ب3 مكونات بس، وهتطلع معاكي احلى كيك اسفنجي. مش هتتوقعي كده النتيجه من جمالها. جبت 5 بيضات وكوبايه الا ربع من السكر وكيس فانيليا. بصوا القوام لونه اصفر ازاي من البيض. هتشوفوا بقى لما نقعد نضرب كده بالمضرب هنعمل فوم كده، ولون الخليط بتاعنا ده هيتغير تماما. البيض والسكر ده هتشوفوه كده قوامه عالي كده بقى في علو البوله، ولونه فتح هيبقى لونه كده ابيض. هنقعد نضرب بالمضرب لحد ما نوصل للقوام ده. لو بطلتي المضرب او زهقتي او كده هتطلع معاكي فاشله وهتهبط منك. احنا هنقول دلوقتي خطوات نجاح الكيك الاسفنجي في الفيديو ده. هنضرب بقى كده البيض والسكر والفانيليا. بصوا القوام بقى لونه ابيض ازاي، قوامه افتح. وده بقى ايه السر ده كده، انت ايه ضربتيهم كويس، ضربتيهم بذمه. هنضرب كده ونعمل حركات بالمضرب، وبعد كده هنجيب كوبايه من الدقيق وربع معلقه من البيكنج باودر لو انت حابه. لو مش حابه برضو الكيك هيطلع معاكي عالي وجميل. كوبايه الا معلقه من الدقيق، وهنحط لها معلقه نشا، ربع معلقه بيكنج باودر. هنضرب بس كده البيض. احنا كل ده بنضرب البيض والسكر. 5 بيضات، كوبايه الا ربع من السكر. هننزل عليه نوقف بقى المضرب خالص ونضرب بالشوكه. هنضيف كوبايه الا ربع من الدقيق، كوبايه الا معلقه من الدقيق ومعلقه نشا. وهنقلب بقى كده. عايزه تحطي بيكنج باودر او كيك شيف ده اختياري، انا ما بحطهوش خالص وبتطلع كيكه عاليه وهشه جدا. بصوا بقى كده نحط الدقيق ونقلب كده على خفيف خالص عشان ما نضيعش الهواء اللي احنا دخلناه. دي برضو تركه مهمه قوي. وب3 مكونات بس وبطريقه اقتصاديه جدا عملت تورتايه ما شاء الله تكفي 8 افراد. دي كده بالفانيليا. لو عايزاها بالشوكولاته هتستغني عن معلقه دقيق وتحطي معلقه كاكاو خام بس كده وهتطلع معاكي بالشوكولاته. بصوا بقى كده بنحط الدقيق بالتدريج وبنقلب بالشوكه من تحت لفوق كده علشان ما نطلعش الهواء اللي جوه الكيك بتاعنا. ده سر نجاح الكيك الاسفنجي، ان هو يكون مليان هواء بالشكل ده. ونسخن فرننا بقى عشان خلاص هنصب الخليط. بطنت الصينيه كده بالزيت والدقيق وصبيت الخليط بالشكل ده، وهضرب كده الصينيه مرتين 3 في الرخامه لحد ما الهواء كله ايه يعني تحس ان هي ايه تساوت في الصينيه. ده بقى الكيك بعد ما خرج بعد نص ساعه من الفرن. احلى كيك اسفنجي ممكن تاكليه في حياتك. هنقشر الوش بتاعه ونقطعها من النص ونسقيها سفن على خفيف برضو بالشكل ده. وبعد كده هنحشيها كريم شانتيه. بنضربه ازاي، بنجيب كريمه بالسكر ونحط عليها اللبن الساقع ونضرب ونزود على حسب ايه ما الكيك يحتاج معانا، مع الكريمه تحتاج معانا. وشلت الوش بتاعنا ورحت بقى مزوقاها كده، عملتها على حرف الار عشان عيد ميلاد ريتال بنتي. وحطيت في الجناب كده شوكولاته، جبت شوكولاتايه خام وبشرتها اللي هي شوكولاته الطبخ او شوكولاته خام، وجبت كريز برضو. بصوا بقى الجمال تحفه.